شد السير الغلط من أكتر الأسباب اللي بتعمل تلف بدري للسير. لو السير مشدود أقل من اللازم هينزلق وده بيبوظه بسرعة، ولو مشدود زيادة عن اللزوم ده ممكن يبوظ السير وكمان يبوظ الرمان بليه. في أغلب الحالات الفنيين بيستخدموا التقدير بالإيد، زي إن السير ينزل نص بوصة أو ينزل قد عرض السير، بس في الطريقتين دول محدش بياخد في اعتباره قوة الضغط المطلوبة علشان السير ينزل المسافة دي. في الحقيقة شد السير بيعتمد على حاجتين: مسافة الانحناء وقوة الضغط. علشان تقيس الاتنين صح لازم تستخدم أداة قياس زي جهاز شد السير وتمشي على الخطوات اللي هنتكلم عنها دلوقتي، لأن احنا بنستخدم حسابات وكتالوج بنمشي عليه مش أي كلام وخلاص. أول حاجة جهاز الشد زي ما اتكلمنا قبل كده موجود عليه 2 أورنج، واحد على تدريج مسافة الانحناء وواحد على تدريج القوة اللي بنضغط بيها على السير. أول خطوة هي حساب مسافة الانحناء. الانحناء معادلة خطية، يعني كل بوصة في المسافة بين البقرتين بيقابلها 1/64 بوصة انحناء. علشان تظبط الانحناء المطلوب على جهاز القياس بتقيس الأول المسافة بين البقرتين وبعدين بتظبط الأورنج اللي تحت على القيمة دي اللي انت قستها. في التطبيق ده استخدمت مسطرة أو متر وقست المسافة وطلعت 15 بوصة. القيمة بتاعت مسافة الانحناء طلعت 15 بوصة، يبقى 15 بوصة هي القيمة اللي اظبط عليها الأورنج اللي تحت علشان الانحناء يكون مظبوط. بعد ما ظبطنا الأورنج اللي تحت على 15 بوصة بنظبط الأورنج اللي فوق على 0، وده بيبقى عن طريق اننا بنزق الأورنج الصغير لتحت لحد ما يلمس الجزء السفلي، والأورنج ده اللي بيعبر عن القوة اللي بنضغط بيها على السير. كده احنا جاهزين نقيس الشد. بنحط جهاز القياس في نص السير وفي نص المسافة بين البقرتين ونضغط بالراحة على الزرار المطاط اللي فوق، ونقف أول ما الأورنج اللي تحت يوصل لنفس المستوى اللي كان السير فيه قبل ما نضغط. تحديد مستوى السير الأصلي ليه طريقتين: لو عندك أكتر من سير بتضغط لحد ما الأورنج اللي تحت يجي على مستوى السير التاني، ولو عندك سير واحد بس بتستخدم مسطرة مستقيمة أو خيط بتحطه فوق السير وتضغط لحد ما الأورنج اللي تحت يجي على نفس مستوى المسطرة أو الخيط. بعد ما السير اتنى بالمسافة الصح الأورنج اللي فوق هيطلع القيمة ويورينا قوة الضغط اللي استخدمناها. في الحالة دي القراءة حوالي 7 باوند. بنقارن الرقم ده بجداول قوة الانحناء الموجودة في الكتالوج وبنلاقي ان القياس اللي خدناه قريب جدا من القيمة الموصى بيها. اما لو لقينا القيمة اقل من الموجودة في الكتالوج فاحنا كده هنضطر نشد السير شوية ونرجع نتأكد ان قوة الشد مظبوطة، ولو لقينا ان القيمة اكبر هنهوي السير شوية لغاية ما يوصل للقيمة اللي احنا عايزينها. فخلي بالك ان شد السير بيتغير مع التشغيل، مع قعدة السير في المجرى ومع التآكل الطبيعي. في احسن الظروف بننصح انك تعيد شد السير بعد 20 دقيقة تشغيل وبعد 24 ساعة وبعد 48 ساعة.